يا مساء التفاؤل والسعادة والروقان. النهاردة حبيت أعمل لكم حلقة تنمية بشرية جميلة جدا 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 جدا. هنتكلم فيها عن حاجة مهمة. يا ترى إيه هي الحلقة دي؟ أنا عاملها وأنا قاعد كده زي ما أنتم شايفيني كده، قاعدة كده، مستربع زي ما بيقولوا بالطبيعي كده. الحلقة دي بقى هتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا، وهي مشاعر الاستحقاق. يا ترى أنت بتفكر اللي أنت تستحق كل حاجة حلوة في الحياة، ولا بتفكر انت ما تستحقش اي حاجه خالص؟ يا ترى ايه اللي انت بتفكر انت تستحقه؟ معظم الناس للاسف الشديد مش بتعيش سعيده ولا مرتاحه ولا رايقه، لان هي بتفكر بان هي ما تستحقش حاجات حلوه، حتى لو مش بتبين ده او بتقول لا، عقلها الباطن بيديلها ده. فتلاقيها من انماط الشخصيه دي ان هي بتكون تعيسه، بتلاقيها عند كل موقف بيبقى فيه سعاده او ان هي تفرح نفسها تلاقيها بخيله جدا على نفسها. بخيله بمعنى ايه؟ مش قصدي في الفلوس بس، لا، في الخروجه الحلوه، في الفسحه، في ان هي تتبسط، في ان هي تحس بالنعم الجميله بتاعت ربنا. فده بان هي بيكون بداخلها برنامج موجود في عقلها الباطن بيقول لها انا لا استحق الخير. انت بايدك لو انت عندك المشكله دي تغيرها وتفكر اللي انت تستحق كل شيء جميل في الحياه. بدل الفكره دي السلبيه وحط مكانها فكره ايجابيه وكررها اكتر من مره لحد ما تبقى برنامج في عقلك وتوصل لعقلك الباطن واللي هو ان انا استحق كل شيء جميل في الحياه. وبعد ده رقم واحد. رقم اتنين، عند كل موقف في حياتك فكر الحاجة مثلا هتعملها تسعدك. فكر، هل انت بتعمل حاجة ديت ولا بخيل على نفسك؟ هل انت بتعامل نفسك بطريقة حلوة ولا بطريقة قاسية جدا؟ فأول ما تلاقي نفسك عايزاك تعامل نفسك بطريقة وحشة أو تتحرم من سعادة أو من نعمة معينة، غير أفعالك مش بس أفكارك. ابتدي اعمل أفعال إن أنت فعلا تكون بتعوض نفسك وتعمل حاجات تظهر فيها النعم أو تستمتع بالنعم الجميلة اللي ربنا الجميل اداها لك. فكر دايما ان انت انسان جميل وان انت انسان رائع وان انت بجد تستحق كل شيء جميل في الحياة. من قلبي بتمنى لك كل حاجة حلوة. متنساش انت تستحق كل حاجة جميلة في الحياة، لان انت موجود في الحياة دي، فانت منعم تستحق كل شيء جميل في الحياة. من على الأرض الجميلة دي، من وأنا قاعد كده وسط الخضرة والجمال، السعادة والروقان، في المكان الحلو ده، حبيت أعمل لك الفيديو ده عشان أفرح قلبك. بجد بحبكم جدا، استنوني في اللي جاي جدا.